هنحتفل بذكرى النهارده. يا ترى الشاعر محمد فهمي جه؟ طيب، والآن مع فقرة الإبداع القصصي إسلام شاهين. اتفضل. حنان فتحي. اتفضل. لو معاك نسخ تاني ممكن نديهم برضه يبقى أفضل. أولا أشكر الدكتور عزة على الاستضافة الجميلة ديت والندوة الحلوة وأحيي الحضور. أنا اسمي إسلام شاهين، بكتب قصة من حوالي 10 سنين أو أكثر. أغلبها قصص قصيرة يعني. القصة القصيرة اسمها الوباء. طلعتنا الصحف اليومية والإذاعات بالأخبار المخيفة والمروعة، وتوالت البيانات الرسمية والمنشطات الحمراء العريضة في الصفحات الأولى تستنفر وتحذر من الخطر الداهم لأول مرة منذ سنوات يعود الوباء القاتل من جديد ليبعث في القلوب ذكريات قديمة لتاريخ هذا الوباء الدامي وعدائه الغير مبرر للجنس البشري. رغم إعلان العلماء رسميا انحصار المرض نهائيا، ولكنها الحقيقة ألجمت كل الادعاءات وانزعج العالم كله من أقصاه إلى أدناه. عاد الوباء في صورة جديدة وبرداء مختلف لا يهاب المضادات ولا توجي معه التطعيمات والأمصار. أعراضه مفاجئة خفية يتسلل إلى فريسته في صمت وسرعة فائقة لينشر الفزع والرعب وعوارض والعشوائية في كل شيء. وتجسدت الكارثة في معدلات الوفيات المتزايدة وانتشر بين الناس عوارض الخوف المميت. فتنكر الأخ لأخيه والابن لأبيه. العشاق هجروا مضاجعهم وصار لون الخمر باحتا يعلوه الغبار. ملايين الضحايا والمنكوبين يحصدهم الوباء البغيض بلا رحمة أو شفقة. ينتزع الرضيع من حضن أمه ويملك الشاب ويزر الكهلة. انتشرت التعليمات واللافتات المحذرة والتوجيهات الحازمة. ضرمت النيران في جثث الضحايا وأحيانا في الأحياء منهم أيضا. أب مقهور يقتل طفله المصاب حتى لا يقتله الآخرون. جماعة تهاجم منزلا لأسرة كبيرة وتشعل النيران به النيران حتى احترق على من فيه لاعتقادهم إصابتهم بالوباء. يهرب الزوج من عروسه الحسناء في ليلة الزفاف ليعيش في الخلاء. تلاحقت أفواج المهاجرين من سكان المدن إلى الصحراء. يعتزل اللصوص السرقة مخافة إغضاب الإله والمعاقبة بالوباء. ينسى الأعداء في كل مكان أسباب العداء. تغلق المدارس والجامعات وتحرر السجناء وتعم الفوضى. يقف العالم كله وقفة رجل واحد ينعقد مجلس قمة الأرض ويحضره كل الرؤساء والعلماء والمستشارين من كل حد وصوب. رغم اختلاف المعتقدات واللغات والأديان إلا أن وحدة الهدف أذابت كل الفوارق وتعانق الجميع في حميمية وتراحم إنساني غير مسبوق. توالت الآراء والاقتراحات وتباينت الاحتمالات المعارضة وتنازعوا أمرهم فيما بينهم في أمر ذلك الوباء الغامض المخيف الذي لا يطيع أمرا ولا يصغي لإرادة أحد. يستل سيف الإبادة يقطع ولا يصل، يهدم ولا يبني، يصيب الجسد فيغير لون الجلد كله والوجه، ثم يزداد نبض القلب ويهبط ويعبس بالعين حتى يقضي عليه نهائيا، ثم يسوق الجسد الأعمى نحو الموت المجهز في 6 أيام. تمضي الساعات والأيام بطيئة ثقيلة ويجتمع المجلس وينفض لمرات ومرات ولا يبقى غير الفشل. والتقارير تتتابع وتحمل في طياتها من الإحصائيات والأرقام ما يزيد من خطورة الأمر. ولكن أحد العلماء يفاجئ المجلس بإعلانه التوصل لحقيقة من شأنها القضاء على الوباء نهائيا، ولكنه تردد قليلا في أول الأمر وأخيرا قال: لا أذكر بعد أبحاث دقيقة توصلت إلى أن الميكروب ينتقل وينتشر بواسطة العملات المالية، هي وسيلته الوحيدة. وأنصح بصفته العلمية رؤساء العالم إلى صار التخلص من جميع أنواع العملات المالية في كل مكان، وهذا هو الأمل الوحيد لنجاة الجنس البشري. سال اتجاههم الإنكار على وجوه الحاضرين ليقول أحدهم: هل نستطيع أن نعيش بدون مال؟
الحياة بدون مال أشار منها مع الوباء. المال هو الحياة نفسها. انقسمت القاعة وتعارضت الرغبات وتعالت الأصوات المنددة بالاقتراح والرافضة وعيدت الأبحاث مرات ومرات حتى أجمع العلماء على رأي واحد لا جدال بعده: لا مفر من إقرار الحقيقة وإبادة كل الأموال. وأمام كل تلك الحقائق اتخذ المجلس قراره بالإجماع وإعلان رسميا نهاية عصر المال وإحرار جميع العملات المالية. لكن ما حدث كان شيئا مروعا، وقد قوبل القرار بالإحجام والإعراض والاتهام بالجنون والمؤامرة من قبل أصحاب المال وعشاقه ومريديه، واشتعلت المدن والشوارع والميادين بالمتظاهرين والثائرين على القرار الظالم الغادر تناصر المال وتدعمه تحت زعامة الماليين. اجتمع أغنياء الأرض وأحباء المال وأنصاره لبحث الطريقة المناسبة لحماية عرش المال وصولجان ملكه وسطوته من أولئك الحاقدين المتآمرين عليه بزعم القضاء على الوباء. واحتدم الأمر إلى أن وصل إلى حتمية الصدام بين الحكوميين والماليين، واحتشدت القوات المتحفزة من الجانبين، وتأججت نار الحرب تطوف مشارق الأرض ومغربها، وأغدق زعماء المقاومة المالية بالمال على المقاتلين لحثهم على الصمود. تدفقت جحافل الجنيهات والدولارات والدينارات عبر الخزائن وهي محملة بالأسلحة والذخائر الفتاكة، تقتل وتمصد بجنون، تدافع عن حقها في الحياة الكريمة الناعمة. بأمرها قامت جيوش وأساطيل ودقت طبول وحرقت مدارس ومعابد ومساجد ومبادئ حياة، وسالت أنهار الدماء والدموع، وتعددت أسباب الموت إما بالوباء وإما في حرب الماليين، حتى انتصرت القوات الحكومية وهزم الماليين، واشتدت أكوام العملات المهزومة في الميادين، واحتشدت أكوام العملات المهزومة في الميادين لحرقها. ويحكي الرواة في أنحاء العالم عن ما حدث في ذلك اليوم المشهود، حيث ظل أحد الماليين يلتهم أمواله حتى لا يأخذها منه إلى أن مات، وألقى آخر بنفسه في الحريق الذي أضرم في الأموال. ورجل آخر وجده وقد دفن نفسه في قبو تحت الأرض مع أمواله حتى تعفن. ونجحت الخطة وتم محاصرة الوباء والقضاء عليه لتطالعنا الصف بتلك الإحصائية التي تخبرنا أن عدد ضحايا الماليين يفوق عشرات الأضعاف ضحايا الوباء.